السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير دايما وفي احسن حال. افتكر معايا كده يا صديقي، كم مرة صحيت من نومك وقفت قصاد مرايتك وما كنتش راضي عن الشخص اللي انت شايفه قدامك؟ كم مرة في موقف وسط اهلك او اصحابك وحسيت ان انت اقل منهم وما عندكش اي ثقة في نفسك؟ كم مرة في الشغل مهما بذلت من مجهود بتحس برضه ان انت مقصر وان انت لسه قدامك الطريق طويل جدا علشان بس تلحق زمايلك اللي حواليك؟ مهما حققت من نجاح بتحس انك لسه واقف مكانك، ومع اقل غلطة بتحس الدنيا اتهدت ومش تبني تاني. حسيت كده كم مرة؟ مرة، مرتين، 10، ولا كل يوم والتاني بيلازمك نفس الإحساس وبيطاردك داخل عقلك ومش سايبك في حالك؟ يوسفني أقول لك يا صديقي إنك لو وصلت للمرحلة دي فمبروك عليك حكم السجن اللي أنت حكمت بيه على نفسك. وفي الحالة دي لازم تقعد مع نفسك وتعمل كوباية شاي بالنعناع كده وتفضفض معاه وتسأل نفسك: أنا ليه مش قادر أتقبل ذاتي؟ أولا وقبل أي حاجة فأنت لازم تكون فاهم كويس جدا معنى تقبل الذات. إنك تتقبل ذاتك معناها وبكل بساطة إنك تؤمن وبكامل إرادتك إنك شخص عادي جدا، إنك إنسان مش بطل خارق، إنك معرض للتعب والخطأ وفقدان الشغف في نص الطريق، عادي جدا. إنك تؤمن إن مفيش حد كامل من كل الجوانب، مفيش حد ملاك بس ومفيش حد شيطان بس. ومن هنا تبدأ إن أنت تحب نفسك وتتقبل ذاتك. طب هو إيه أصلا اللي يخلي إنسان يرتكب هذا الذنب في حق نفسه؟ في الحقيقة في حاجات كتيرة جدا ممكن تخلي الإنسان يقع في هذا الإحساس وكمان يتحبس جواه. خد عندك مثلا أول وأهم حاجة: قلة الثقة بالنفس. قلة الثقة بالنفس بيترتب عليها مشاكل كتيرة جدا بينك وما بين نفسك، والمشاكل دي تبدأ تنعكس على تعاملاتك مع الناس اللي حواليك. قلة ثقتك بنفسك من حيث الشكل، من حيث قدراتك، من حيث إمكانياتك، من حيث قيمتك اللي انت المفروض بتحددها لنفسك. تاني حاجة: مقارنة نفسك باللي حواليك طول الوقت مع عدم مراعاة الفروق الفردية. بتقارن نفسك باللي حواليك من حيث الرزق، من حيث أسلوب المعيشة، من حيث النجاح وكمان الفشل، وده اللي بيخليك غير راضي تماما عن اللي انت بتعمله. أحيانا التعرض للرفض من بعض الأشخاص اللي حواليك اللي لا كانوا شبهك ولا شبه شخصيتك ممكن يعمل لك صدمة نفسية لازمة بطول حياتك تفضل حاسس فيها إنك ما كنتش كفاية. وده برضه هيساعد إنك ما تكونش حاسس بالرضا عن نفسك. كمان التفكير السلبي والنظرة التشاؤمية لكل أمور الحياة، سقف التوقعات الغير طبيعي اللي انت حاطه لنفسك، زي انك تزرع بذرة النهاردة ومستني الشجرة تكبر وتطرح بكرة، وده هيخليك غير راضي تماما عن اي انجاز انت بتحققه. وبدل ما تفرح بيه كنجاح هتحسه تقصير وتبدأ ان انت تزعل بسببه. واخيرا اقتناعك انك لازم تكون مثالي جدا في كل خطوة من خطوات حياتك علشان تبدأ تحب نفسك، وده طبعا مستحيل يتحقق. وهنا يبقى السؤال: كيف أنجو من هذا الإحساس؟ لازم تفهم كويس جدا إن محدش هيتقبلك لو أنت محققتش ده. محدش هينصفك ويحاول علشانك لو أنت ما حاولتش علشان خاطر نفسك. اتعلم الأول إزاي تثق في نفسك وتطور من ذاتك مع الوقت، وساعتها هتفرض نفسك على اللي حواليك وهيتعلموا إزاي يثقوا فيك. حب نفسك زي ما أنت بتجاعيدك وآثار الحبوب اللي موجودة في وشك، وتأكد إن كل دي علامات بتميزك عن غيرك. كفاية جاري ورا المثالية علشان تقدر إن أنت تحس بالرضا عن أي إنجاز تحققه في حياتك، حتى لو كان إنجاز بسيط. ادي لنفسك الفرصة إنك تغلط وتتعلم. عود نفسك إن طبيعي جدا إنك ممكن تفقد الشغف في نص الطريق. ما أنت مش كريستيانو رونالدو. وبدل ما تستسلم وتتخلى عن أحلامك، تعلم من أخطائك وطور من نفسك. مهم جدا إنك تتقبل النقد
وأحيانا الرفض من الأشخاص اللي حواليك. وده مش معناه أبدا إنك شخص وحش أو غير كافي. كل الحكاية إن في بعض الأحيان الشخصيات ما بتتوافقش، وده عمره أبدا ما يقلل منك أو من شخصيتك. وأخيرا بعد كل الكلام ده، لازم تاخد بالك إن تقبل الذات مش معناه إنك تغمض عينيك عن الغلطات وتتمادى في الأخطاء وتقول أنا هتقبل نفسي زي ما هي حتى لو كانت بتعمل حاجات غلط. لا، تقبل الذات إن أنت هتتقبل ذاتك وفي نفس الوقت أنت بتصلح وبتطور من نفسك، بتفتش في حياتك وفي شخصيتك عن جوانب الغلط والضعف وبتحاول إن أنت تصلحها وتطور منها. وده مش علشان حد ولكن علشانك أنت. حب نفسك يا صديقي زي ما أنت، طالما شخصيتك ما فيهاش حاجة غلط وطالما أنت نفسك ما بتعملش حاجة غلط. حب نفسك يا صديقي وأنت إنسان عادي. أنا دكتور مصطفى فرحانة، ما تنساش اللايك والفولو علشان تشوف الفيديوهات الجاية. دكتور بيست، صديقك المفضل. سلام.